بتبدأ الحلقة الأولى بقتال فشيخ بين اتنين، واحد شبه بيكولو من دراغون بول بس قالب على بنفسجي حبتين، والتاني بطلنا الأقرع سايتاما. بيبدأ الوحش ده بإنه بيستعجب من بطلنا وإنه إزاي ينقذ البنت دي من تحت إيده كده، وإن البشرية دمرت الأرض وبلا بلا بلا، ويبدأ يكبر الوحش ده لدرجة كبيرة جدا. لكن يا صديقي مرة واحدة بطلنا بوكس واحد بس بينهي حياة الوحش ده ببوكس واحد فقط. يا صديقي انت متخيل يا مان؟ صعب عليا الوحش ده فشخ. نرجع فلاش باك بسيط كده قبل 3 سنين من اليوم. بطلنا كان شخص عادي جدا لكن عاطل عن العمل ويتمنى الموت. بيظهر له وحش شبه الكابوريا كده بيبدا يقاتله، لكن بطلنا بيطلع عين امه صراحه. لكن بطلنا برضه كان نوعا ما بيعرف يقاتل وبالفعل بيقتل لاول وحش ليه. نرجع تاني لزماننا الحالي والوحش تاني كده على شكل العملاق الاقرع برضه من انمي هجوم العمالقه بيظهر له وبدا يدمر في المدينه كلها. بيظهر لهم بطلنا كالمعتاد والوحش بيبدا يضرب ورمى على الارض عادي جدا، وبطلنا قاعد مبتسم ابتسامه بلهاء كده ما تعرفش هو في ايه يا جدع. لكن بطبيعه الحال بينط عليه بطلنا وبوكس واحد فقط بيقتل العملاق ده وبيفشخه. ما هذا العبث يا صديقي؟ بيعدي اليوم الاول عادي جدا وينام بطلنا عادي جدا برضه، وفجأة بيظهر وحش جديد بينط عليه ويكسر له بيته كله. لا بل وكمان بيعور بطلنا. الوحش ده هيعملها ولا ايه يا صديقي؟ ولسه الوحش هيهجم على بطلنا. يتفادى بطلنا ضربه بكل انسيابيه وسرعه يا صديقي ويرد الضربه للوحش. لكن كمان نعلم كلنا في هذا الانمي الهزلي بضربه واحده بيخلص الموضوع يا صديقي. وهوب يا صديقي بقيه الوحوش بدأت القتال مع بدأ بطلنا يلعب بيهم كورة حرفيا لحد ما وصل الملك بنفسه. مش عارف ليه هو شبه اكزوديا المدمر من انمي يوجي موتو. لسه هينط على بطلنا وهو المنبه يرن. بتقول ايه؟ لا يا عم انا مش لاعب، انا مش مكمل. يتضح ان بطلنا كان نايم وبيحلم نوم الهنا يا صديقي. بيبدا يومه عادي جدا بطلنا وبيشوف خبر في التلفزيون يعني في دبان بيهاجم الماشيه وبيحولهم لهياكل عظميه. على الناحيه الثانيه في بطل تاني كده في اجزاء كتيره من جسمه آلية بيقابل البعوض ده بالملكه بتاعتهم وبتبدا المعركه بينهم. بتبدا الملكه تهجم عليه وتبعت الدبان بتاعها عليه لكنه بيحرقهم ببساطه جدا. تفاجأ الملكه لكنها بتبدا يا صديقي تهجم عليه وبيبدا القتال بينهم. يتضح يا صديقي ان البطل التاني ده قوي برضه، فتقرر هي انها تجمع كل طاقتها في الدبان الموجود كله اللي حواليها، ويوصل بطلنا الاساسي للخناقه دي ويتفرج ويتفاجأ كده. باين عليه ما بيحبش الدبان. لكن ملكة الدبان دي تبدأ بالهجوم المفاجئ على الاثنين، لكن ببساطة البطل الآلي ده بيحرق كل المكان. وهنا يتضح ان الملكة ما ماتتش ولا حاجة، دي اتحولت للون تاني كده واشد عنفا يا صديقي. وبتبدأ هي بالهجوم على بطلنا الآلي وتبدأ بتقطيعه الى اجزاء حرفيا. وهنا يقرر الانسان الآلي ده بانه يفجر نفسه ويضحي بنفسه وينهي حياته. وهنا يا صديقي بطلنا الاساسي ينشي الملكة الدبانة دي بالقلم. والله العظيم زي ما بقول لك كده ولا كأنه بيقتل حرفيا دبانة بايديه. وهنا الملكة دي تختفي حرفيا من الوجود من قوة الضربة. وهنا يطلب الانسان الآلي ده من بطلنا انه يكون تلميذه علشان يتعلم القوة الجبارة دي. بيصلح نفسه بطلنا الآلي ده ويوصل لبطلنا سايتاما ويعرف نفسه بانه جينوس، ويقعد يعرف نفسه نص ساعة لحد ما بطلنا كان هيتشل منه. بعد ما اخينا السايبورغ ده خلص كلامه بيظهر عليهم وحوش كتيرة من انواع مختلفة. الوحوش دي طلعت جاية من مكان اسمه بيت التطوير، ودول بيخلقوا وحوش من ابحاثهم، وبينقض عليهم كده وحش كده شبه الاسد على سايتاما البطل بتاعنا بكل قوته، لكنه لا يعلم ما نعلمه كلنا يا صديقي الصدوق. يتفادى سايتاما ضربات الوحش ده بكل سهولة يا صديقي ويرد على الوحش بسلسلة اللكمات العادية. والله زي ما بقولك كده العادية. ويخفي الوحش بكل سهولة. واحد من الوحوش بيحكي لهم قصة العالم المجنون صاحب معمل بيت التطوير اللي بيعمل فيه وحوش غريبة، وقرر الاثنين دول يروحوا للعالم المجنون ده. واول ما وصلوا للعالم كان مجهز لهم اقوى وحش عنده في المعمل كله، لكن المتسرع جينوس التلميذ دخل الوحش اول واحد، لكن من الواضح انه ما اثرش في الوحش اصلا وحرفيا اتلعب بكورة كالعادة يا برو. هنا بقى يا صديقي بدأ يستعد بطلنا سايتاما لقتال الوحش الرخم ده، لكن المفروض يعني الوحش بدأ هو الهجوم على سايتاما
لكن يا صديقي يستشعر الوحش ده قوة سايتاما العظيم. هنا يقرر الوحش انه يبعد على الفور على سايتاما، يقول له انا مش لاعب النهارده ويسأله انت ازاي عندك القوة دي كلها ومش باين عليك. وهنا يفهمنا العظيم سايتاما عن نفسه. انا كمان نسيت اعرفكم ببطلنا ده. سايتاما كان شخص عادي جدا من 3 سنين بالضبط، كان شخص فاشل ونفسه يموت، لكنه يقرر انه يتمرن تمارين قاسية جدا لمدة ال3 سنين دول ويستمر عليهم، وهما علشان تعملهم زيه يا صديقي. وزي ما قالك كده يا صديقي، العقل السليم في الجسم سليم. نبدا ب100 تمرين ضغط، 100 تمرين بطن، 100 تمرين قرفصاء او سكوات، وجري 10 كيلو فقط. كل ده بيحصل كل يوم لمده 3 سنوات يا صديقي. طبعا العالم والتلميذ ما حدش فيهم صدق الكلام اللهبل ده، علشان طبيعي الكل يقدر يعمل كده. فين القوة الخارقة في الموضوع ده؟ حتى الوحش افتكر ان سايتاما بيستهزأ منه، والعجيب يا صديقي ان سايتاما بدأ يتلقى ضربات من الوحش. بطلنا هيخسر ولا ايه؟ لكن يا صديقي سايتاما مش زي اي حد، وهنا يجمع كل طاقته في قبضته، وهوب يا صديقي يدي القاضية للوحش ويخليه حرفيا سلطة. بيمشي الاثنين ويسيبوا العالم عادي جدا. بيعدي اليوم وبيفوق سايتاما من يومه وبيسمع خبر جديد عن عصابة بتقوم بتدمير المدينة، واللي يجذب انتباه بطلنا ان افراد العصابة كلهم ايه؟ صلع او قرع. وهنا ده يأثر عليه ويأثر في نفسيته كده، ويقرر يروح لهم يوقفوا مع صواب هيفضحوه كده يا صديقي. والعصابة يا صديقي في الطريق لبناية الخارية الذهبية علشان يقتلوا صاحبها. ايوه انت سمعتها صح، الخارية الذهبية، هم مترجمينها كده، انا ماليش دعوة. وهنا بيقابلوا واحد كده نينجا في نفسه ويقاتلهم، بل ويبدأ في الفتك بيهم كمان، ويقوم بقتل القائد بكل سهولة. لكن اتضح ان القائد ما ماتش لان جمجمته صلبة جدا، والكوناي بتاع النينجا ما اخترقتش دماغه. ما هذا العبث؟ قمة العبث ورب العباد. وهنا بيقابل زعيم العصابة ده سايتاما، ويفتكر بسبب صلعته انه عاوز ينضم للعصابة، وبدأ الزعيم ده بتوجيه بعض اللكمات لسايتاما. لكن يا صديقي احنا فاهمين جدا ايه اللي هيتم دلوقتي ومتوقعينه، لكن بطبيعة حال هذا الانمي بضربة واحدة من سايتاما بيقوم بتدمير درع رئيس العصابة اللي هو لابسه، ويسيبه بلبوس ويهرب ويمشي. وهنا النينجا ده بيشوف سايتاما ويعتقد انه من العصابة بسبب قرعته، ويبدأ في الهجوم عليه يا صديقي. طبعا زي ما احنا عارفين بسبب صلعته المضيئة بتاعته. لكن أصر النينجا انه يقاتل سايتاما، وسايتاما مش عايز يقتله. وبدأ في الاول استعراض مهارات سرعته اللي بتفوق الصوت واللي اسمه السونيك بالمناسبة، وهنا لسه هينط على سايتاما. كانت دي الغلطة التي لا تغتفر، اللي الندم فيها يا صديقي مش هيغير حاجة في نتيجة الموقف. يا لهوي! النينجا بيوضه فقست ومش هيعرف يخلف مرة تانية. يا عيني يا ابني، معلش بكرة تتعلم انك ما تستعرضش قوتك على حد تاني. قعد يقول له مش هسيبك المرة الجاية وهجيبك في شوال وبتاع. وخلص اليوم عادي جدا، ورجع سايتاما البيت وقابل جينوس وحكى له عن اللي حصل. وبيكمل كلامه وبيقول له انا عندي مشكلة يا صاحبي. سأله هي ايه المشكلة يا ريس؟ بيقول له انا ما عنديش شعبية يا صاحبي، والناس مش عارفاني، الناس مش عارفه عني حاجه، وانا لمده 3 سنين يا صديقي بحارب الجريمه وبقتل الوحوش ومحدش سمع عني. قال له بسيطه يا ريس، تعال نسجل في اختبار الابطال. وبالفعل بيسجل سايتاما هو وجينوس في الاختبار، وياتي يوم الامتحان. وكان اول امتحان هو القفز الجانبي لمده 30 ثانيه. وهنا تفاجأ الجميع بسرعه سايتاما الخارقه، وبطبيعه الحال بقيه الاختبارات كلها زي ما انت شايف بيعدي الفلنكات يا صديقي. خلص سايتاما الامتحان وقابل جينوس جاب 100% واخد اس يعني متفوق. لكن سايتاما الناحيه الثانيه طلع جايب 71% بدرجه واحده فوق القبول يا صديقي. قمه العبث ورب العباد. اليو جايب سي اللي هو مقبول عندنا. واتضح ان اصلا في حد عاوز يدق في ملف جينوس، وقام ادوله اس علشان بس يجذبوه ليهم. وبدا جينوس في التدريب مع معلمه سايتاما، وبدا جينوس اللي على نيته بتجميع طاقه جسده الالي كلها، وهجم على سيده او استاذه سايتاما. وبطبيعه الحال كما تعودنا على حال هذا الانمي، سايتاما بيتفادى الضربه بكل سهوله، وبيستكمل جينوس هجماته السريعه، وبيحاول صديقنا البائس ويحاول مره ثانيه ويحاول مره ثالثه ويحاول مرارا وتكرارا. وهنا يمل سايتاما من ضربات جينوس اللي ملهاش اي 30 لازمه، فيقرر انه يديله القاضيه يا صديقي. وطبعا علشان ده تلميذه فوقف الضربه على اخر لحظه. لكن كما تعلم يا صديقي من قوه الضربه، جينوس بص وراه ولقى ان في خرم كبير جدا اتعمل وراه،
فما بالك بقى صديقي لو كانت الضربة دي جت في جينوس. خلصوا التمرين وراحوا ياكلوا ويجي لهم هناك واحد متدرب معاهم في حوار الأبطال ده، الأول في رتبة الA واسمه أماي، واتكلم مع جينوس ومشي. يتقابل جينوس وسايتاما تاني يوم في بيت سايتاما، ويتضح ان جينوس لسه لحد دلوقتي مش مصدق سايتاما بقوته دي، وايه تمارينه ان هو 3 سنين فقط دول بس هم اللي خلوه القوة دي كلها، والسايتاما مش عارف يقول له ايه او يعلمه ايه اصلا. سايتاما ده شخص هزلي ومن عالم اخر. عرف كمان سايتاما من جينوس ان ابطال رتبة السي لازم ولا بد انهم يعملوا اي عمل بطولي في ظرف اسبوع والا هيتم طردهم، وهنا صعق سايتاما وانه كان بيضيع في وقته طول الاسبوع ده، فلبس وقرر ينزل ويشوف رزقه، وبدا يدور على اي حرامي ويدور او يدور تاني. للاسف يا صديقي ما لقاش اي حاجه لحد ما قابل النينجا. لكن هنا يظهر واحد بعضلات ويقفش في سايتاما بانه كان بيجري بقاله يومين في المدينه كلها زي اللهبل، فالناس بدات تخاف منه، وتفاجأ سايتاما ان شكله مريب. ما هي قرايتك يا سايتاما اللي عملت المشاكل دي كلها. ضرب سونيك اللي هو النينجا الراجل ابو عضلات علشان ينجز الوقت وعلشان يبدا يقاتل سايتاما، وبدا النينجا بالهجوم على سايتاما بالفعل وبيطلب منه انه يقاتله. يا ابني افتكر اني قلت لك بلاش. ببساطه نط سايتاما في الهواء وادى سونيك على قفاه، فقام مرزوع في الارض. بدات اداره الابطال بالتحقيق والمراجعه على الابطال كلهم لحد ما وصلوا للمدينه اللي عايش فيها سايتاما، واتضح انها مليانه مشاكل مش محلوله، فقرروا يبعتوا 2 من اقوى الابطال في رتبه الA للمدينه دي علشان يشوفوا ايه نظامها، وبالفعل يوصل 2، واحد هنسميه شنبو والتاني هنسميه اوكون الذهبي. وبداوا التحقيق في المكان واذ بهم يقابلوا وحش غريب، وبدأ القتال بينهم يا صديقي، ويتبهدل الاثنين من الوحش علشان رتبة الوحش عالية جدا. وبصدفة البحث يا صديقي سايتاما يكون مع عادي جدا، وحرفيا سايتاما بيعمل منه سبانخ ويطبخه. وطبعا الإدارة ما فهمتش ايه اللي حصل غير ان في 2 من رتبة A اتفشخوا والوحش اختفى. ما يعرفوش حاجة يا صديقي، ما يعرفوش اللي احنا عارفينه. وبدأ التحقيق يكبر ويبعتوا ناس اكتر للمدينة، وانتشر الخبر في ارجاء المدينة وكمان يذاع في الاخبار، واتسمت المدينة باسم المدينة المرعبة.